الواحد بقى بيشوف حاجات ويسمع حاجات من الناس عجيبه جدا جدا. ما اعرفش الناس بتجيب الكلام ده منين بصراحه. يعني يقول لك انتوا ليه ما كسبتوش برشلونه في الكامب نو؟ انتوا ليه ما عملتوش؟ انتوا ما هددتوش؟ ده انتوا ما جالكوش كورنر. هو يا جماعه الالحاد اللي انتوا بتقولوه ده بجد والله؟ انت عايز تكسب برشلونه في الكامب نو؟ انت عايز تكسب برشلونه بالكواليتي اللعيبه بتاعته دي، بالسكواد الفضائي ده، في اول مباراه ليك بتلعبها في الموسم على هذا الملعب مع فرقه لا ترحم، لا ترحم، تمام؟ مش هقعد اقول لك بقى في فرقه تانية بتاخد الاثنين دول في ربع ساعه و10 دقايق، فكك من الكلام ده كله. انا جاي اقول لك ان يا جماعه هو ليه جمهور الاهلي بقى صعب قوي كده، وبقى يعني حكمه على المواضيع بقى قاسي جدا. يا جماعه دي اول مباراه انا عايز احكم فيها على حسين عموته، وعايز احكم فيها على الفرقه، واحكم فيها على سكواد الفرقه. سكواد الفرقه ممكن نتكلم فيه، انا ممكن اتكلم معاك في سكواد الفرقه، دي حاجه ملموسه. لكن هو انت عايز الراجل ده يطبق ايه قدام برشلونه؟ صعب جدا، مستحيل. انت بتلاعب لعيبه عندها امكانيات وعقليات تانية خالص. لقطه صغيره جدا في المباراه محدش يمكن خد باله منها تعرفك الفرق ما بين عقليه اللعيبه اللي عندنا وعقليه اللعيبه اللي بره. كوره ناحيه الشمال ما بين يمين يامال وكريم فؤاد، كرة خبطت في يمين يامال فخلاص خارجه اوت، ما بينها وما بين خط التماس سنتيمترات. كريم فؤاد وقف اللي هو خلاص الكرة هتخرج واكيد يمين يامال مش هيجري، هوب لا يمين يامال ده بيعمل دوران وبيسحب الكرة وبياخد الكرة قبل الخط وسبرنت جري. طبعا كريم وقف يتفرج ايه في ايه، مش مجمع يا عيني، ده مش بيحصل عندنا. فيمين يامال راح واخد الكرة وعمل هجمة. ده فرق عقليات، فرق امكانيات. تعال اقول لك، كره ملعوبه من مصطفى شوبير اتلعبت عند اعتقد مروان حطها لكوكا، كوكا في وسط الملعب بيوقفها، تمام، راحت خابطه في بطن رجله، تمام، ده الكنترول بتاعه، راحت نازله قدامه متر ونص، راحت رايحه للعيب برشلونه. الكلام ده ما بيحصلش عنده. هو بتلاقي الكره ملعوبه له، يقوم الراجل موقفها، تنزل الكره تحتيه، سمعا وطاعه يا كابتن، انا معاك، انا تحت امرك، اعمل اللي انت عايزه. ده فرق امكانيات. فرق امكانيات، انت بتلاعب فرقه عندها تحولات سريعه جدا، فرقه في فرق كبير جدا عندها عنك في التحولات والتمركزات والرقابه والسرعات والتصويبات حاجات كتير جدا تقدر تتكلم عليها. فانت مستني ايه قدام ايه؟ ما ينفعش. وما ينفعش تحكم تقول لي عمرو الجزار عنده عيب واضح في الماتشات اللي احنا شفناها او اللقطات اللي اتسربت في ماتش اوروبا والماتش بتاع برشلونه، انه بيتسرق. هو في لحظه كده بيفقد تركيزه، ما بيبصش على الفرود اللي جاي من وراه، عنده مشكله. الحسين عموت يقدر يشتغل عليها، بس هو بيلعب في امبارح مع كواليتي ثانيه، لكن هو على الكواليتي اللي عندنا وكواليتي الكونفدراليه لا، يعني يشتغل، يجي منه. الراجل بيبيلد اب كويس، عنده ثقه كويس، بيباصي حلو، بيلعب بشماله ويمينه، فيجي منه، مش لازم تخش تذبحه، تمام. عندك لعيبه ثانيه زي ما اتكلمنا على قفشه، انا مش عايز اتكلم عليه كتير خلاص. هو قفشه كان قرار بقائه في الاهلي او رجوعه للاهلي قرار خاطئ جدا. ما اقدرش اتكلم على السعي لان ما شفتوش، برده مش عارف احكم عليه في حاجه زي دي، في مباراه زي دي، في الجماهير ده، في اللعيبه اللي هو بيشوفها في التلفزيون فجاه نفسه واقف قدامهم. حاجات كتيره جدا جدا. لكن الاهلي عنده مشكله في السكواد، عنده مشكله في السكواد، بس خد بالك ان انت في لعيبه لسه ما شفتهاش. انت لسه ما شفتش رضا سليم، ما شفتش طبعا الكابتن اشرف داري شهيد المستشفى والاصابات، ما شفناش لسه توفيق محمد، ما شفناش محمود صلاح، ما شفناش علي محمود، ما شفناش امام عاشور هيقعد ولا هيمشي، عايز يقعد اهلا وسهلا، عايز يمشي اهلا وسهلا برده مع السلامه. كل الكلام دوت. انت امبارح اطمنت ان عندك 2 حراس مرمى يقدروا، يعني الاثنين. مصطفى شوبير عمل شوط اول جيد، الشناوي نزل استعاد فورمته، الشناوي بقى له 5 شهور ما لعبش اساسي معاك وما لعبش كوره اصلا وبقى اساسي، صد بيلن فبيرجع. كل الحاجات دي يا جماعه تحط عليها وتبني. لكن مش ليه ما كسبناش برشلونه، ليه ما مش عارف ايه، ما شفناش مش عارف مين، ده احنا ما جالناش كورنر، ما خدناش هجمه. انتوا يا جماعه بتتكلموا ازاي؟ ده البارسا يعني. انا كنت واحد مبسوط امبارح لان انا بشجع الاهلي وبشجع برشلونه، وطبعا مبسوط اكتر لان حمزه عبد الكريم قدر يحط بصمه وقدر يثبت ان هو لعيب مستقبل، وقدر يثبت ان هو فعلا كان كابتن حسام حسن ربنا يهديه، يعني كان عنده رؤيه في ان هو ياخد حمزه عبد الكريم في المنتخب في كاس العالم. بس برضو خد بالك، ده يقول لك ان احنا ما نعرفش حاجه هنا، وان كل اللي بيطلعوا يتكلموا مع احترامي عليهم يقعد يقول لك اصل اللعيب ده واللعيب ده وفلان والسكواد والمش عارف ايه والكشافين. كل الكلام ده يا جماعه انتوا ما تعرفوش حاجه. الراجل ده اتاخد من برشلونه، او برشلونه خدته من الاهلي من غير ما يلعب فيرست تيم اهلي ولا يتعرف ولا يتشاف. فدي الناس دي بتشوف. شوف الراجل امبارح بيستلم ازاي، بيجامب ازاي، بيسرق المدافعين ازاي، بيبقى فعلا مهاجم محطه، فعلا بيتحرك كويس جدا. الولد عنده ما شاء الله، وانا شايفه ان هو مستقبل مصر في العام او في السنين بقى اللي جايه ان شاء الله. ربنا يبعد عنه الاصابات كده ويوفقه في الخطوه اللي جايه. ده كده كان سريعا، بس عشان انا كنت بسمع من امبارح حاجات تتصنف تحت قائمه الالحاد الكروي
في حته ان احنا بنتكلم على ليه الاهلي ما قدرش يعمل حاجه قدام برشلونه، او ليه الاهلي ما قدرش يكسب برشلونه. هتقول لي بقى الجماهير الغريم التقليدي والاصدقاء بيحفلوا. باشا حفل زي ما انت عايز، القصه براحتك خالص. خليك ايه بس انت دور على بذره ده ولا بزيره رجع ولا ما رجعش، وشوف الدنيا هتمشي ازاي. تصبحوا على خير، اشوفكم ان شاء الله، وبكره الدوري هيبدا. كل سنه وانتم طيبين، نلتقي بقى في فيديوهات تانية في الشورت. تصبحوا على خير.